مساء الخير. تعالوا نعمل مع بعض تورته سهله وسريعه جدا. في نص ساعه هتكوني مجهزاها. لو انتي ما عندكيش مضرب بيض، ما عندكيش كريمه، ما عندكيش اي ادوات في الحياه، تعملي التورته القمر دي بدون يعني اي ادوات صعبه ولا تكاليف. جوسي كده من النص، فيها صوص شوكولاته، هو مش باين قوي بس وانتوا بتاكلوه كده هتشوفوه. مليانة صوص شوكولاتة، طعمه رهيب، من غير شوكولاتة، من غير كريمة، من غير يا جماعة أي إمكانيات خالص. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي مادونا. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ومتابعة البيج بتاعت الفيسبوك دونا كيتشن. يلا بقى نشوف الطريقة. أول حاجة معانا الخلاط طبعا، وممكن يعني بالمضرب اليدوي، بس مش هيدينا نتيجة حلوة للصوص. معانا كوباية حليب، كوباية سكر، نص كوباية كاكاو خام يا جماعة. يعني كوباية سكر، كوباية حليب، كوباية زيت بننزل بيها بالتدريج، ونص كوباية كاكاو أو معلقتين مليانين هرمينين. تمام، بننزل بالزيت كده بالتدريج، ونضرب واحدة واحدة علشان الصوص يتقل. هي الفكرة بس ان احنا لو عملناها بالمضرب اليدوي او بالمعلقة الصوص مش هيتقل معانا، فهو محتاج خلاط. بنفضل نضرب لحد ما نتأكد ان السكر داب معانا، وان صوص الشوكولاتة بقى تقيل كده خالص زي ما انتوا شايفين. طبعا جودة وطعم الصوص على حسب برضو نوع الكاكاو اللي هنستخدمه، فلازم يبقى نوع كاكاو كويس وحلو معانا. هناخد من الصوص ده كوباية. تمام، يعني صوص الشوكولاتة من الكيكة منه فيه، هتبقى التورتة منها فيها. هنزود بقى 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ورشة فانيليا. وبرضو لو ما عندكيش فانيليا مش لازم، كده كده الكاكاو بيغطي على اي ريحة من زفارة البيض، ما تقلقيش. بننزل كده بالسباتيولا الجوانب اللي معانا، بحيث كل الخليط يتضرب معانا كويس جدا. هننزل بقى بالخليط ده في بولة. تمام، بننزل كل اللي في شوب الخلاط خالص، ما نسيبش اي حاجة معانا عشان المقدار يبقى مظبوط وكويس. ننزل كل الخليط زي ما انتوا كده شايفين. والسباتيولا السيليكون بتنزل كل حاجة بصراحة، بتنضف الشوب الخلاط تماما. هبتدي بقى انزل بكوباية دقيق منخولة. لازم ننخل الدقيق يا جماعة مرة واتنين عشان الكيك يبقى هش معانا. ومعانا كمان ربع كوباية دقيق، يبقى المقدار قد ايه؟ كوباية وربع دقيق منخول. ومعانا معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، ونبتدي نقلب الخليط بتاعنا كويس قوي. نخلط بقى المكونات مع بعض. اهو كده اتقلب تمام، بس الخليط معانا تقيل شوية، احنا عايزين نخفه عن كده. هجيب حوالي معلقتين 3 كده حليب. انا مسخناهم زي ما انتوا شايفين، اقل من ربع الكوباية انا مسخناهم، ونزلت بيهم على الخليط كده وقلبته كويس. ده بيخلي بقى الكيك يبقى هش اكتر واحلى بكتير. معانا دي حلة او صينية مقاس 18 عشان اعملها مرتفعة. لو انتي عندك عادي عايزاها تعمليها في صينية هتبقى ارتفاعها اقل شوية، تعمليها في مقاس 20 22 مفيش مشكلة. انا جبت ورقة زبدة طبقتها زي ما انتوا شايفين كده وقصيتها، ويدوب الجوانب بس اللي هدهنها كده دهنة زيت بسيطة خالص. لكن ومن تحت حطيت الورقة الزبدة عشان تخلينا نعرف نقلب الكيك بسهولة. وطبعا انا في الوقت ده مشغله الفرن على 180 عشان الفرن يسخن. لازم قبل ما ندخل خليط الكيك ب10 دقايق. بننزل بقى بخليط الكيك. طبعا الكيك علشان مرتفع كده فهياخد، ممكن ياخد 45 دقيقة كده. لو في صينية مثلا مقاس 24 ولا 22 ارتفاعه هيبقى اقل، فتبتدي بعد 25 دقيقة تبصي على الكيك كده او تختبريه بخلة. تمام، لان كل ارتفاع كيك بيحدد الوقت بتاعه في الفرن. اهي كده طلعت من الفرن، سبتها بس هديت دقيقتين 3، وببتدي اسلكها كده بالسباتيولا بمنتهى السهوله. زي ما انتم شايفين انا مش مستخدمه في الفيديو المره دي او في التورته اي ادوات خالص صعبه.
حتى القاعدة بتاعة التورت ما استخدمتهاش، المنشار اللي باقطع بيه التورت برضه ما استخدمتوش، قطعتها كده نصين بالسكينة زي ما انتم شايفين. الموضوع سهل خالص، انا حبيت اعملها بأبسط الادوات عشان اي حد يقدر يعملها بسهولة. بصوا هي لسه سخنة اهي والبخار طالع منها. انا جبت معلقة من الصوص على ربع كوباية مية ودوبتهم كده مع بعض زي ما انتم شايفين. استنيت كده لما البخار بطل يطلع وبقت يا دوب دافية ما بقتش سخنة. ببتدي اسقيها من التشريبة اللي انا عملتها دي عشان يطري الكيك اكتر ويبقى جوسي معانا اكتر. هجيب بقى كوباية الصوص اللي احنا كنا شايلينها على جنب. هحط منهم بقى حوالي معلقتين 3 كده في النص زي ما انتم شايفين. هي مش بيبان في التقطيع لان طبعا ده بني وده بني ما بنبقاش باين، بس وانتي بتاكلي الصوص كده في النص لا بيبان قوي، يعني بيبقى فوق وفي النص بيبقى رهيب يا جماعة بجد. جربوها، هي بسيطة جدا وسهلة وما فيهاش اي افكار صعبة ولا حاجة، يعني هتستخدميها. انا حتى يعني بفرد الصوص بتاعها كده اهو بالسباتيولا بتاعة المطبخ اللي معانا. ما حاولتش استخدم اي حاجة صعبة عشان ما تستصعبوهاش، لا ضربنا كريمة ولا كلفنا ولا جبنا قمع حلواني ولا اي حاجة خالص. بمنتهى البساطة تقدري تعملي تورتاية لعيد ميلاد ابنك او بنتك او عيد جوازك من غير اي صعوبة، من غير اي ادوات، مش هتكلفك 50 جنيه. بنحط بقى عليها كل الصوص اللي معانا في الكوباية وبنفردها كويس كده عليها حوالين داير. نتأكد ان كل الاماكن كده شربت من الصوص بتاعنا. دي شوكولاتة بيضة مبشورة هحطها كده على الجوانب حوالين داير. طبعا ممكن جوز هند، ممكن فول سوداني مجروش، مكسرات مجروشة، فورماسيل، اي حاجة اي شكل تعمليه بقى. انت عندك تورتاية متغطية بصوص رائع وزينيها زي ما انت عايزة. عندك كريز حطي، عندك اي حاجة حطي. انا اللي استسهلت لك قطعة شوكولاتة صغنونة خالص بشرتها وحطيت كده حوالين داير وشوية كده في النص. يعني السهل والمتاح عندك اعمليه. وده الطبق اللي زينا عليه. حبيت برضو هو اللي هقدم عليه التورتايه، بمسحه كده بمنديل وانضفه. يعني بصوا احنا ما استخدمناش اي حاجه بجد، مش هتلاقوا ابسط من كده تورته ممكن تعملوها وتفرحوا ولادكم بيها يعني. وممكن بقى اي الوان عندكم بقى، شيكوبون اي حاجه. انا حطيت اهو شيكوبون كده حوالين داير وهقطع لكم كده التورته واوريها لكم عامله ازاي. شوفوا بقى من جوه هشة ومرتفعة وحلوة جدا وشاربة صوص من فوق ومن النص غير التشريبة اللي احنا شربناها لها. فعلا حلوة جدا اهو الصورة كده من هنا بين الصوص بتاع النص. فعلا رائعة يا جماعة، جربوها مش هتاخد معاكم اي وقت. بتمنى لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة واللايك وشير. نورتوني.